السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد على قناة بسمة. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله البنات غادا نشارك معكم بسبوسة بجوز الهند او الكوك محشوة بكريمة جد رائعة البنات ولذيذة. اقتصادية وسهلة في التحضير، والاهم من هادشي كامل انها لذيذة بزاف. الا جربتوها اكيد غادي تعجبكم. قبل البدء البنات كنبغي نشكر كاع الاخوات اللي كيدعموني، كنشكركم بزاف والله يسهل عليكم. وبالنسبه للاخوات اللي كيلقاو القناه ديالي في الصدفه فانا محتاجه الدعم ديالكم. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتوصلكم اي جديد، وتدعموني بلايكات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب، وتخليوا لي تعليق وتقولوا لي كيف جاكم المحتوى ديال القناه ديالي. وكنقول لكم بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على مقادير وطريقه تحضير فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير البنات اللي غادي نحتاجو باش نحضروا البسبوسه، عندي هنايا جوج البيضات، عندي ساشي ديال الفاني، عندي هنايا البنات كميه من سميده رقيقه. من بعد غادا نقول لكم العبار اكزاكت بكاس العنبه اللي غادا نحتاج. عندي هنايا البنات جوج معالق كبارين ديال جوز الهند او الكوك، نصف كاس ديال الزيت، 3 معالق كبارين ديال السكر سنيده، يوغورت فاني، وعندي هنا البنات معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. اذا هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج باش نحضروا البسبوسه ديالنا بنات. ومن بعد ان شاء الله ملي غادي نبغي نوجد الكريمه غادي نقول لكم المقادير من بعد ان شاء الله. لا بسم الله على بركه الله. كيف ما كتلاحظوا معايا البنات هنا غادي ناخذ البيض وغادي نضيف ليه سكر سنيده والفاني. بالنسبه للسكر البنات يعني لكم الاختيار، لا بغيتوا تضيفوا مازال تزيدوا السكر اللي بغيتوا. من الاحسن انكم ديروا غير نصف كاس ديال السكر او 3 معالق كبارين ديال السكر. حيت من بعد غادي نسقيوها بالسيرو، والسيرو حلو بزاف يعني غادي تكون الحلاوه ديالها هي هذيك. نضيفوا عليهم الزيت وغادي نضيف كذلك دانون. اذا كيف ما لاحظتوا معايا البنات فانايا استعملت جوج الكيسان عامرين العنبه ديال سميده رقيقه، وضفت واحد ربيع في الاخر. ودابا غادا نضيف 2 معالق صغارين ديال الكوك، وغادا نخلط الكل جيدا. وفي التالي البنات غادا نضيف الخميره مع ونخلط بطبيعه الحال. عندي هنا البنات مول دهنتو بالزبده كيف ما كتلاحظوا معايا، ورشيته بشويه ديال السميده. غادا نخوي نصف الكميه فقط ونخلي النصف جانبا. من بعد البنات غادي ندخلها الفرن اللي ديجا شعلته على 170 درجه من التحت فقط مده ديال 15 دقيقه. ودابا البنات غادا ندوز باش نحضر معكم السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسه ديالنا. عندي هنايا جوج الكيسان ديال الماء، وغادا نضيف ليهم كاس ديال السكر سنيده وضعتهم في واحد الكاسرونه البنات. غادا نوضعهم على نار مهيله ونخليهم يغلاو مده ديال 10 دقائق. ومن بعد البنات نخليه جانبا حتى طيب البسبوسه ديالي في اخر عاد غادا نسقي به.
بالنسبه لمكونات الكريمه البنات، عندي هنايا معلقه كبيره ديال السكر سنيده دانون فاني، كاس ديال الحليب، عندي معلقه كبيره ونص ديال النشا، جوج ديال الفرماجات. كيف ما كتلاحظوا معايا البنات، خديت واحد الكاسرونه وضعت فيها الحليب وضفت ليها السكر سنيده، خلطت الكل جيدا البنات وضفت ليهم النشا، وغنخلط جيدا حتى كيذوب النشا، وغنوضعهم على نار مهيله حتى كتعقد ديال الكريمه. ومن بعد ان شاء الله البنات كيف ما شفتوا معايا غادي نضيف ليها يوغورت وغادي نضيف فروماج ونخلط الكل جيدا حتى كينسجموا مع بعضهم. من بعد ما دازت 15 دقيقه البنات خرجت المول ديالي من الفرن، ودابا غادي نوزع الكريمه ديالي بتساوي كطبقه ثانيه. بالنسبه للنصف الثاني ديال الخليط اللي خلينا جانبا، غادي نضيف ليه القليل من الحليب كيف ما كتلاحظوا، وغادي نخويه كطبقه ثالثه باستعانه بواحد سباتول او معلقه، ونوزعها عاود بالتساوي كيف ما غادي تلاحظوا معايا. ودابا البنات غادي نعاود ندخلها للفرن اللي شاعل فقط من الفوق وبطبيعه الحال على 170 درجه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا البنات. من بعد ما خرجتها من الفرن سقيتها بالسيرو. سمحوا لي البنات هذا المقطع ما صورتوش، كان كيحسب ليا كنصور وما صورتوش. المهم بعد قطعتها بسكين وسقيتها بالسيرو، زينتها بالكوك كيف ما كتلاحظوا معايا. صراحه البنات هاد البسبوسه بهاد الكريمه كتجي لذيذه بزاف، رائعه بالمذاق صدقوني. غير جربوها ما غاديش تندموا. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم وعلى دعمكم المتواصل ليا. ما تنساوش البنات تدعموني بلايكات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. شكرا لكم بزاف. الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.